عايز افهم حاجه، يعني لما كل الجهات دي تمام قالت لك ان مفيش مخالفات، تمام يا فندم. بناء عن ايه المحضر اتعمل او الغلق اتعمل؟ ما انا يعني كان شويه المخالفات اللي عملوها انا رجعتها في نفس اليوم، قننت، عملت حمام في نفس اليوم، عملت الباب في نفس اليوم، كل حاجه بسم الله ما شاء الله ما فيش عندي حاجه في نفس اليوم، لان حاجات بسيطه وانا كنت عامل الحاجات دي بعيد العجين. يعني انا في نظري بعيد العجين. يعني لو هي حاجات صغيره عامل مخبز كويس علشان خاطر اطلع كل حاجه كويسه. ففي نفس اليوم لقينا اماكنها موجوده وقفلت وفتحت الحمام وكل حاجه، ما عنديش مشاكل. تمام. قعد من الكلام ده من 24/5 وانا رحت مجلس المدينه، ايه يا جماعه؟ قالوا ده موضوع خلص. طب انا عايز اسال سؤال بس قبل ما اتفضل. نخش في الموضوع برضو. الحصه بتاعت حضرتك قد ايه؟ المخبز ده كان بيخدم كم تعداد من النسم الموجوده الحصه حوالين؟ بتاعتي يا فندم بتخدم اكتر من تلت مركز فؤوس بالكامل، بيجيني من جميع القرى المجاوره، القريه اللي انا فيها تمام. وجميع القرى، حوالي برضو يعني اكتر من 13,000 مواطن عندي. والورق طب هل ثابت في كامل. مخابز حاليا لا في لا نفس لا المكان؟ المكان اللي انا فيه ما فيهوش مخابز مفيش خالص. خالص. تمام يا فندم كده. كل المعاناه دي خلصت، راحت شؤون قانونيه، اترمت في الدرج من 24/5، اترمت في الدرج. اروح قالوا خلاص ده انت موضوع خلص يا جماعه، خلاص قالوا موضوع خلص. فوجئت يوم 18/9 الحصه انسحبت من على المكنه، نزل لي حصه. شوف بقى الاهدار المالي العام بقى، وشوف التربص. اتصرفت لي حصه يوم الاثنين 18/9 عشان اصنعها 19/9، ما لقيتش عندي رصيد على المكنه. يعني عندي دي عجنته تمام. عجنته وما عرفتش ابيعه للمواطن لان سحب الحصه بدون انذار سابق، بدون تنويه. المفروض يحذرك. لا 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 ده المفروض يا بإنذار فندم حتى يبعت أو لي أي جواب حاجة. ان انت حصتك في تحذير او في يا انذار. فندم ده المفروض يبعت جواب، ويبعت جواب للمطحن ما تصرفلوش. عندي دقيق باظ حاليا موجود في المخزن لغايه دلوقتي، وانا ما عرفتش اتعامل مع الايه، مع المواطن يوم دي. وطلعت العيش طلعته، هعمل ايه؟ المهم تمام. طلعت اشوف في ايه، قالوا لا ده انت المخالفات بتاعتك وقفتك. قلت له المخالفات ما توقفش، هو انا ايه؟ المخالفات اللي عندي اتسدت والموضوع كله خلص. تمام. رحت للسيد رئيس مجلس المدينه. طب هقطع حضرتك بس، معانا اتصال دلوقتي الاستاذ غندر من الشرقيه. اتفضل يا فندم. نقول الو. 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 ايوه يا باشا. ايوه مين معانا؟ استاذ غندر. ايوه يا باشا. ازيك يا فندم؟ اتفضل يا فندم. اتفضل يا باشا. دلوقتي بالنسبه للفرن بتاع علبه النحاس فوز دهوت، تمام. طبعا بطلع عيش نضيف جدا جدا بالامانه، يعني انا مواطن عادي. تمام. بطلع عيش نضيف. وبعدين دلوقتي لما انقفل دخله في الشهرين قفلان، دلوقتي مش عارفين ايه السبب، واحنا كنا بنروح نجيب منه اصلا. ماشي العيش كويس جدا. بتجيب منين دلوقتي يا استاذ غندر؟ بتجيب منين عيشك دلوقتي؟ بنلف على الفران وممكن عيش مش كويس بلدي، ودي عيش مدعم يحس كده ان هو فيه ريحه ابيض خلاف البلد الصافي. ماشي. فطبعا ما بنروح مواصلات ونجيب من هنا كنا احنا دي قريب لينا وكنا بنجيب وناس كتير تاخد منه. يعني انت يعني حضرتك عشان تجيب عيش بتركب مواصله عشان تجيب عيش؟ انا كده كده بروح فوز برضك عشان اجيب اجيب من هناك. تمام. طب انت بتدفع كام؟ يعني بتدفع كام في المواصله دي؟ والله انا ما لو ركبت عربيات اصلا ممكن ادفع 4 جنيه عشان اروح اجيلها في العربيه. وبتشتري عيش بكام؟ لو توك توك ممكن اركب ب 5 جنيه عادي. عشان تشتري عيش بكام بقى؟ هجيب ب3 ايام. بتضطر تجيب ب3 ايام عشان مش كل يوم يعني؟ لا بجيب كل 3 ايام، بس انا بالامانه عشان تبقى بالصوره دي بامانه الله، لان هو يعتبر بالنسبه لنا كان انضف عيش بناخده بالمنطقه بالامانه. بس شكرا يا استاذ غندر. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. اتفضل يا فندم. تمام يا فندم. من ضمن المخالفات اللي خدها عندي السيد رئيس مجلس المدينه في ضمن المذكره بتاعته، قال لي ان انت وسعت الفرن بدون ترخيص. يعني الفرن عندي ب 63 متر، وانا لما جيت وسعته وعملت فعندي 95 متر. المفروض عشان انا ارخص بيجيني هنا موافقه التنظيم، دي اسمها شهاده الميلاد. دي اسمها شهاده ميلاد اللي بتبني بيه ان انا اطلع بيه الرخصه. لولا موافقه الفرن ذات نفسه او المخبز يا فندم دي موافقه التنظيم. لازم مهندس التنظيم يوافق لك بالموافقه دي. الا تعتبر انت مش قانوني. لو هو غير مرخص كاداره هندسيه. لا يا فندم دي اداره هندسيه. دي مهندس التنظيم. مهندس التنظيم قال لك لا ليس لدينا مانع ورخص، وبناء على دي طلعت الرخصه